هلا حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم فيديونا عمل الكيك بالبيت. عندنا هنا كوبين من كوبين وخاشوقتين من الطحين الصفر، وهنا عندي ربع كوب زيت، هنا عندي كوب شكر، وهنا عندي ربع كوب نشا، وهنا عندي كوب حليب، وهنا عندي 4 بيضات، وهنا عندي ضربين بيكنج باودر، نكهة البرتقال. وإذا ما متوفر عندكم نكهة البرتقال تقدرون تضيفون ماي وريد، هيل، فانيليا، أي شي يعني مطيبات، نكهة الليمون يعني عادي. وهنا ضرب فانيليا، وهنا عندنا هو المضرب، وهنا عندي القالب جهزته، حطيت له زيت، مسحته بالزيت ورشيت عليه رشة من الطحين. نبدي هسه نطق البيضات هنا. هسه حبايبي طقيت البيض، نرش عليه ظرف فانيلا. شوفوا البنات، لازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. إذا بالثلاجة لازم تطلعوه، يعني تخلوه منا لما ياخذ حرارته الطبيعية ساعتين 3 ساعات. يعني أنا طلعته من الصبيح لهسه. هسه الساعة عندي ب8 بالليل، وهسه اشتغلت بيهن. يعني ما يصير مهلا الكيكة ما تهبط عندك. إذا باردات وتشتغلين بيهن رأسا الكيكة راح تهبط. فبهاي الطريقة تعطيك يعني ناجحة وأضبط شي، يعني تطلعينهن على وقت. هسه راح نضربهن بالمضرب. هسه هيك شوية خلطتهن، يعني مو كلش هواي. نضيف كوب شكر، وهسه هم نخلطه. هسه هيك تظلون تخلطون بيه من لمن شوية يتخن عندك القوام. هيك تقريبا هذه الطريقة. ايش هسه نضيف الزيت. هم شوية خلطة لمدة دقيقة. هيك بهاي الطريقة. وهسه نذب الكوب الحليب، هم نظل نخلط بيهم لمدة دقيقة. هسه حبايبي خلطناهن كل زين. واخر الدور هذا المضرب الكهربائي، نضيف الكوبين وخاشوقتين من الطحين. هسه بيكنج باودر ظرفين، والكوب النشا، ربع كوب العفو النشا. هسه حبايبي نخلطن بهذا المضرب اليدوي هيك. هسه حبايبي خلطته بهذا المضرب هيك كل زين منا لمن تختفي عندنا فقاعات. هسه نضيف نكهة البرتقال هيك تقريبا خاشوقة. هسه هم خلطة النكهة والهاي تلابسن كلهن كل زين. هسه نضيفن بالقالب. هسه حبايبي دريتها بالقالب الكيكة، رح اخليها بالفرن. الفرن حامي على درجة حرارة 180، ونخليها. حبايبي بدأت تستوي يعني شوية، عندي بدأت ترتفع. خليها بعد نص ساعة وارجع لكم. حبايبي عندي استوت من جوا كل زين، صعدتها للفوق. هسه حبايبي استوت عندي، تخبل والريحة تجنن. شوفوا هاي العودان طلعت يعني عندي مستوية، تخبل ومقسبة ومنفشة. هسه حبايبي كملت عندي وقطعتها بوردة، والله الطعم يجنن ومنفشة وتخبل وتجنن. منفشة تجنن تخبل.
حبايبي إذا استفاديتم من هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصل لكم كل فيديو جديد وتشجيعا للقناة حبايبي، ومع ألف سلامة وسهمكم العافية إن شاء الله.